ولعل من عجائب الأمور قدرة القباطي على ابتلاع الطلقات النارية دون أن يصاب بأي أذى، على عكس ما يحدث في حال تناول اللحوم. من الأطعمة أكل سندويتشات الأرز، الحاجات الوجبات الخفيفة يعني فقط. طيب بالنسبة للحم؟ بالنسبة للحم أنا إذا أكلت لحم يعني المعدة حقي لا تقبل، يعني اوتوماتيكيا أنت ترجع اللحمة من المعدة، يعني تقذف إلى برا. في قارورة جابتها من الدكان ما جبتهاش من عندي، بلا تزنق لكن ما عجبنيش أنا الزنق. خلاص يلا. دقاقة ما اشربوش هذا. أنا أشتي هذا. مواقف محرجة كثيرة في حياة القباطي تعرض لها وهو يبحث عن وجبته الزجاجية المفضلة. كيف الزقاق هذا؟ نشتي زقاق ضخم. خلاص هذا بدري ملي. هذا حلو. ايوه تمام. ممكن نقربوه. عايز تجرب معك طاقة أو شيء أو؟ لا نقربوه أنا عندك. لا تجربه. نقربوه هكذا نشوف الله. نفس ما قال. نشوف الطعم. ما شاء الله. نسينا فاهمنا. الطعم حقه ما عجبني يا صاحبي. ما عجبني الطعم حقه متغير. الناس هنا يتناولون الطعام، بينما القباطي يعكف على التهام وجبته المفضلة. القباطي بما يمتلكه من قدرة خارقة على التهام الزجاج وغيره لم تسلط عليه الأضواء حتى الآن، كما أنه لم يخضع لفحوصات طبية معملية أو نفسية دقيقة للكشف عن خبايا وأسرار حالته. أدعو الأطباء سواء في اليمن أو خارج اليمن بالجلوس معي والنظر لحالتي وفحصها والبحث عنها. ويأمل القباطي أن يجد من يتبناه ويمكنه من استثمار قدراته ويجنبه عناء الفرجة المجانية والبحث عن الزجاج والمسامير وشفرات الحلاقة والطلقات النارية. محمد العميسي لبرنامج ألوان السعيدة، صنعاء.